رجعت وياكم مرة ثانية حبايبي واقول لكم شلونكم، ان شاء الله بخير. واليوم نسوي الدهينية النجفية او العراقية. مكوناتها سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. هواية من البنات كتبوا لي وطلبوا من عندي قالوا سوي لنا اياها الدهينية. مكوناتها هي 3 شكر، 3 اكواب شكر. شوفوا انا كلها قايسته نفس الكوب. 3 اكواب شكر، كوب زبد حلو مال حلويات، 3/4 الكوب حليب، كوبين طحين، كوبين مبروش، ودبس ملعقتين اخذ من عنده، ودهن حر. هذا احنا اللي متوفر عندنا، اي دهن حر عندكم تقدرون تخلوه انتو. هذا احنا اللي متوفر عندنا دهن حر حتى ادهن البايركس بيه وافرغ المواد كلها. هسه نبدي بسم الله، نبدي بالخلط. اخلي الشكر والزبد، طبعا انا مذوبته الزبد والحليب، وابدي اخلط ان اني يذوب الشكر كله. طبعا اللي ما يقدر يخلط بيده يقدر بالخلاط الكهربائي يخلط، بس انا على مود الصوت حبيت اخلط بيدي اليوم. هسه ظل اخلط بيه الى ان يذوب الشكر ونرجع سوا. بس هذا بعد ما انخلط عندي راح اخلي دبس ملعقتين دبس. هذا 1 وهذا 2. ان شاء الله تجربوه، طبعا يعجبكم، طعمه كلش طيب. هسه هذا ظل اخلط فيه حتى افرغ الطحين عليه. سأبدي افرغ الطحين. سأبدي افرغ الكوب الثاني. واظل اخلط بيه الى ان يتجانس كلش. هسه هذا بعد ما انخلط هيك صار قوامه، هذا هيجي. اذا شوفوه هسه عندي البايركس والمبروش، اجيب الدهن الحر واخلي بالبايركس. هذا كله هيجي حتى لا تلزق العجينه من ادخلها فرن. طبعا انا الفرن مشغلته على اقل درجه حراره، بس الجوه مشغله يعني اقل من الوسط. واخلي البايركس بالرف الفوق الاول رف، يعني حتى مو بالنص، بالرف الاول حتى لا يحترق ويستوي براحته. بس هذا هيجي دهن حار. المبروش اجيبه، طبعا اللي يريد كمية اقل يقلل المقادير، واللي يريد كمية اكثر من هاي الكمية يزيد المقادير. هذا هيجي لازم ما اخلي بيه فراغ حتى لا تلزق العجينة.
وهذا اللي ظل عندي شوفوا ربع كوب تقريبا، اخليه اخر شي على الوجه. بسم الله. هذا فرغته كله وراح ادخله فرن. طبعا يظل بالفرن تقريبا من ساعتين لساعتين وربع على نار ناصية مثل ما قلت لكم، بس المشتغل الفرن يتجوى، الهيتر يتجوى ان شاء الله. راح ادخله فرن ومن يخلص ونطلع من الفرن نشوف شكله النهائي انا وياكم. هسه هذا رجعت لكم ورا تقريبا ساعتين ونص ظل بالفرن. طبعا انا طفيت الفرن بس ما طلعته من الفرن، خليته بالفرن على الحراره مالت الفرن تقريبا ورا ساعه، يعني صار تقريبا 3 ساعات ونص هو بالفرن. ساعتين ونص مشغلته على الوسط وساعه ظل بالفرن. وهذا شكله النهائي اللي هو دهين النجف او الدهينيه النجفيه، هاي قلبناه. هسه هذا شكله هيجي، وما احكي لكم على الريحه طبعا وعلى الدهن الحر. بس مقطعه وهذا شكله النهائي. وهذا الدهن النجفي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم تاكلوه بالعافية. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وسوي اشتراك ليصلكم كل ما هو جديد، ومع السلامة.